بما انك معاك ابل يا عزيزي، فانت سيري اخد منك كل الانفورميشن بتاعتك. تخيل، وبقى يسمعك في كل حتة وانت مش عارف. يا لهوي، ده سيري. بص، سيري فتح هنا، شكله هيسمعنا. سيري يا عزيزي من 10 سنين فاتوا كان اغبى اسيستنت ممكن تشوفه في حياتك، حتى اغبى من اللي في العربية اللي انت بتدوس عليه وتقول له كلم حد. كان سيري اغبى منه. خليني اقول لك الميكانيزم ايه بالظبط. جوجل او اي سيري، حاجه زي سيري يعني الاسيستنت بتاع التليفون، از لونج ان هو بيطلع على الويب براوزر، هو ادى الانفورميشن ان انت بتكتبها لما بتقول له ابحث عن مطعم، ابحث عن كذا، ابحث عن شوز، ابحث عن تيشيرت، whatever. فلما بيطلع على الويب براوزر انت كده اتعمل لك بروفايل على الويب براوزر بتاعك، على الاكونت بتاعك بالانترست بتاعتك، وبتروح على السيرفرات وبيبتدوا يطلعوا لك الاعلانات. لكن سيري طول ما هو داخليا ما بيعملش حاجه، وهم قالوا ان دي ما حصلتش عندنا اساسا. ما فيش ستورج فيه ياخد المعلومات ويبيلت بروفايل ويعمل الكلام ده. انت لو سالت سيري النهارده على حاجه، لو جيت كمان دقيقه كمان ثانيه سالته على نفس الحاجه، هتلاقيه غبي مش عارف الحاجه اللي انت سالته فيها. مش ميموري يسجل حاجه عشان يطلعها لابل. معنى ان شركه تكنولوجي في امريكا تدفع 95 مليون دولار، معنى كده ان هم غلطانين. انا عايزك تخش على النيوز CNN الكلام ده، شوف في الويب براوزر هتلاقي كده هايلايت ان ابل قالت ان مفيش حاجه حصلت من الحاجات دي، بس هم بيعملوا كلوز للقضيه. احنا ندفع لهم 95 دولار وخلصنا من الموضوع، كل واحد ياخد 20 دولار يفرح بيها. احيانا بيدفعوا عشان يصفوا الموضوع، ما يبقاش فيه نزاعات كتير. ولا الكاستمر معاه ايفيدنس للموضوع ديت، ولا ابل لقت اي ايفيدنس ان هم كتكنولوجي بياخدوا الكلام من سيري ويبيعوا للاعلانات. لو القصه دي اصلا حصلت وفعلا حقيقي، اقل حاجه 95 مليار دولار مش مليون دولار. هي تقفيل قواضي بس زي شهر 12 كده.